تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن غضب على العصاة ورب العرش غضبانا. المشركون غدا في النار يلتهبون، والموحدون بدار الخلد سكانا. فتخيل نفسك عبد الله إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. فتخيل نفسك عبد الله إذا نوديت باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان ابن فلان، فلان ابن فلان؟ استعد للعرض والوقوف بين يدي الله، وقد وكلت الملائكة بأخذك فساقتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء. تخيل إذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك أنت المطلوب، فارتعدت فرائصك واضطربت جوارحك وتغير لونك وطار قلبك، تخطى بك الصفوف إلى ربك للعرض عليه والوقوف بين يديه، وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة. قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. فلا إله إلا الله إذا وقفت بين يدي ربك ليس بينك وبينه ترجمان. في يدك صحيفة مخبرة بعملك لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأة أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل وقلب منكسر، والأحوال محيطة بك من بين يديك ومن خلفك. في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، فكم من بلية قد كنت نسيتها ذكركها، وكم من سيئة قد كنت أخفيتها أبداها وأظهرها، وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فردته عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت في طاعة ربك. يوم تجثو كل أمة في دياجير الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول يوم يأتي الناس وفدا وعظيم القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال القبول. يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار، لا تطير له العقول. يومها ماذا نقول؟ يومها ماذا نقول؟ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم:
يدني الله العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني ستره، فيقرره بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه هلك. اسمع بارك الله فيك، اسمع رعاك الله. فإذا كان ممن تاب وسلك طريق الهداية قال الله له بعد أن قرره بذنوبه: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فينطلق بين الملأ فرحا مسرورا ضاحكا مستبشرا يقول بأعلى صوته: هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. لكن قل لي بالله العظيم، كيف لو كان ممن سلك طريق الغواية وجاءته النهاية بلا توبة ولا أوبة، يقرره الله بذنوبه ثم يقول الجبار: يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فلقد اشتد غضبي على من قل حياؤه معي. فيؤتى كتابه بشماله فيخرج إلى الملأ وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطاني. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة. فأي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ اسلك طريق الهداية وتجنب طريق الغواية. استعن بالصبر والصلاة. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. لا تحزن لقلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. أسهر ليلك بالقرآن والقيام، واقطع نهارك بالظمأ والصيام. صم في دنياك عن الشهوات والمعاصي والمنكرات، وأفطر يوم تلقى الله وتنادى إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. قال إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله: إنه بلغني أن الله تعالى أوحى إلى يحيى بن زكريا عليهما السلام: يا يحيى إني قضيت على نفسي أنه لا يحبني عبد من عبادي أعلم ذلك منه إلا كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يفهم به. فإذا كان عبدي كذلك بغضت إليه الاشتغال بغيري، وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأظمأت نهاره. يا يحيى أنا جليس قلبه وغاية أمنيته وأمله، أحب له كل يوم وساعة، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه ودعاءه. فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم آمر مناديا ينادي: هذا فلان بن فلان ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه، دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم. فإذا جاءني رفعت الحجاب فيما بيني وبينه فنظر إلي كيف شاء، وأقول له: أبشر، فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إلي، ولأجددن كرامتك في كل يوم وليلة وساعة. سبحانك سبحانك
يا علي يا عظيم، يا باري يا رحيم، يا عزيز يا جبار، يا حي يا حليم. سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها، سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها، سبحان من سبحت له البحار بأمواجها، سبحان من سبحت له الحيتان بلغاتها، سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها، سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها، سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحانك لا إله إلا أنت وحدك. اللهم صل على محمد في الأولين، اللهم صل على محمد في الآخرين، اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا ذا العطاء الذي قد عم للجن والإنس من عرب ومن عجم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم فامنن بإدخالنا يا رب قاطبة جنات عدن بمحض الفضل والكرم